السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بأفضل حال. النهاردة بإذن الله هنعمل فيديو جميل جدا جدا، وهي فطاير الجبنة بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة، حرفيا كده حاجة جميلة جدا جدا. مش هتحتاجي تشتريها من بره تاني، ولا هتحتاجي تنزلي تروحي المخبز تجيبي مخبوزات. العجينة بتاعتنا هشة، والسر معانا ان شاء الله. الاسرار كلها في الفيديو جميلة جدا، وهتطلعي مستفادة 100%. يلا عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات بإذن الله. فيديو جميل جدا جدا جدا، فطاير الجبنة. سهل جدا جدا وبسيط إن شاء الله. إن شاء الله طريقته هتعجبكم جدا جدا. سهل وطري. هاش كيوت كده، حاجة للأطفال بتاع الحضانة أو لللانش بوكس بتاع أولادنا. حاجة كده مغذية، لا فيها مواد حافظة، وجميلة جدا جدا بإذن الله. شايفين بسم الله ما شاء الله، طرية جدا جدا وهشة زي السحابة. حقيقي كده، حرفيا ملهاش أي وزن خالص. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ونبدأ معايا 500 جرام من الدقيق، أو 4 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقة كبيرة من البودر، وأخلطه كويس جدا وأحطه على جنب. بعد كده الخطوة اللي بعد كده معايا كوباية من المية حوالي 200 ملي، وكوباية من الحليب. حابة تستبدلي مية خالص مفيش مشكلة، حابة تستبدلي لبن خالص مفيش أي مشكلة خالص. النتيجة هتطلع معاكي جميلة جدا، بس احنا بنحط كوباية المية عشان تدي للعجين بتاعنا هشاشة وطراوة. معايا 3 معالق من السكر، ربع معلقة من الملح، تمام. قطعة من الخميرة العادية. ما عندكيش خميرة عادية، بالنسبة احنا عندنا الخميرة العادية متوفرة، هي صحية وجميلة جدا. هيبقى معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هدوب السكر كويس جدا جدا عشان ما يظهرش معانا في قلب العجين، تمام. معايا نص كوباية من الزيت، أي زيت موجود عندك في البيت هينفع بإذن الله. هدوب المكونات كويس جدا جدا، ومعايا معلقة من الخل. الخل طبعا محسن طبيعي، وبيدي العجين هشاشة، وبيفتح لون المخبوزات بتاعتنا، تمام. هبدأ دلوقتي أحط العجين الدقيق على السوائل زي ما حضراتكم شايفين كده، وهبدأ بإذن الله أعجن. لسه محطتش القطعة بتاعت الخميرة، عفوا. طبعا هنقلب كويس جدا. الخميرة العادية ديت طبعا بتتقلب كويس جدا جدا، ما بيبقى لهاش اي اثر، عشان ما تبقاش الخبز بتاعنا مش مختمر قوي، تمام. فدلوقتي انا هخلط الدقيق والمواد السائلة مع بعضها كده. طب العجينة بتاعتنا بتبقى طرية يا جماعة شوية، مش بتبقى يابسة خالص. لو احتجتي معلقة لبن دقيق حطي معلقة دقيق. لو بس العجينة بتاعتنا بتبقى طرية شوية، مش بتبقى يابسة زي ما انتوا شايفين كده حضراتكم. طبعا عجنتها كويس جدا جدا لحد ما سابت الطبق. هغطيها جنبي على المطبخ، الدنيا حر جدا. ما بتاخدش مني اختمار، حوالي نص ساعة بكتير خالص اختمرت وبقت جميلة جدا جدا. صلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وزيدوا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام صلاة. إنها دلوقتي خلاص هنخرج الهواء من العجينة، ونبدأ نقطعها كور صغيرة كده زي البيضة بتاعتنا البلدي كده، أو الليمونة الكبيرة، تمام. عشان القطعة بتاعت الجبنة ما بتبقاش كبيرة قوي، بتبقى جميلة كده وهو كيوت والحجم بتاعها مش كبير قوي. حابة تكبري القطعة مفيش أي مشكلة عندنا خالص، وتسلم ايدك وعينيكي على كل حاجة بتعمليها، تمام. هنقطع بقى دلوقتي الكمية كلها، ونبدأ ناخد اللي احنا مقطعينه الأول. لأن هيكون ارتفع وارتاح معانا. هنبدأ نحط الجبنة بتاعتنا. الحشوات طبعا عندك الاختيار، تحشي الحشوات اللي انت حباها كلها. مربى ماشي، شوكولاتة ماشي، نوتيلا ماشي، بس ما تكتريش الحشوة عشان ما تخرجش منك وانت بتقفلي. ولازم تقفلي العجينة كويس جدا جدا جدا، عشان لما بتختمر اكيد بتفتح تاني، لان العجينة بتختمر ويزيد حجمها. طبعا لازم نقفل العجينة كويس جدا زي ما قلت لحضراتكم. دلوقتي الخطوة اللي بعد كده، هنحط في السجان بتاعتنا، ونبدأ نسيبها تختمر معانا، ترتاح معانا كمان مرة. شايفين بسم الله ما شاء الله عليه أفضل الصلاة والسلام.
طبعا الكمية عملت معايا الصاج ده، والصاج الصينية التانية ديت اللي احنا عملناها الأول. طبعا اللي احنا خبزناه الأول بنخبزه في الفرن الأول، تمام، عشان بيكون ارتاح معانا. دي الخطوة اللي بعد كده. طبعا احنا ما استخدمناش البيض في الوصفة، بس ممكن تيجي بصفار البيض عادي خالص. لو ما فيش اي مشكلة خالص، او معلقتين لبن، ما فيش مشكلة خالص. هيبقى تحطيه في الفرن كده عادي خالص من غير اي حاجة، يبقى جميل وزي الفل بإذن الله. طبعا واحنا نتهن بشويش عشان الخميرة الارتفاع بتاعها ما يهبطش وتبقى تقيلة معانا. وطبعا مش هتبقى مكتومة ومش جميلة جدا. طبعا حابة تحط سمسم مفيش مشكلة، حبة البركة دي حاجات اختيارية. بالنسبة للتسوية، هنولع الفرن كويس جدا جدا، الفرن بتاعنا سخن. هنحط الصاج بتاعنا على الرف اللي في الوسط، ياخد اللون الجميل وينفخ معانا. في افران ما بتحتاجش طبعا، بتحمر من فوق ومن تحت، وفي افران بعد ما تنفخ وتستوي كده هنديلها اللون الجميل بتاعها زي ما حضراتكم شايفين كده، وتطلع معانا جميلة جدا، تحفة تحفة، جميلة جدا جدا، هشة جدا، خفيفة زي الريشة. طبعا احلى وصفة واحلى عجينة ممكن تعملي بيها كل مخبوزات بيتزا، ماشي، مخبوزات، كل المخبوزات طبعا تنفع. دي المخبوزات دي تنفع للفطار وتنفع للعشاء، تنفع للانش بوكس، تنفع لأي مكان، تنفع تاخديها معاكي في الشغل، هتنفع تعمل كل حاجة، مش هتقول لأ، وهتبقى جميلة جدا جدا. شايفين بسم الله ما شاء الله. واشوفكم على خير في فيديو قادم بإذن الله، واتمنى تدعمونا باللايك وشير واشتراك في القناة، واشوفكم على خير في فيديو قادم بإذن الله. سلام.